السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتوني جدا من آخر فيديو كنا فيه مع بعض. بصوا، عايزة كده أنط جوه التليفون وبذكر كده كل واحدة فيكم بوسة من هنا وبوسة من هنا في كل حتة، لأنه انتوا بجد وحشني قوي قوي قوي. والفترة اللي جاية دي بقى ان شاء الله بإذن الله كده، يعني ايه، ادعوا لي كده الدنيا تبقى حلوة ومتيسرة، ربنا كده يخليكم ليا ويديمكم نعمة كبيرة في حياتي. عايزة اقول لكم ان انتوا بتبقى جنبي كده، واقفين في ظهري ومعايا في روحي المعنوية كده، بتساعدوني. عارفين الناس بجد جميلة وبتحب الشروق، فانا على قد والله العظيم حبكم ليا، على قد ما انا بدعي من ربنا ان دايما يحطني كده في يعني في المكان الصح اللي انتوا دايما بتحبوني تشوفوني فيها. وده وطبعا يعني دايما للاحسن والاحسن ان شاء الله بيكم. والنهارده بقى راجعه لكم بيوم جديد وفيديو جديد. عايزه بقى اللي اقول لكم ان انا بصوا، شروبه ايه اختكم كده، مش راجعه لكم باي كلام، لا، النهارده راجعه لكم كده بفيديو كده ايه، ترويقه. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان الفيديو النهارده هيعجبكم، وتحطوا لي بقى ايه يعني لايكات كتير كتير وتعليقاتكم الجميله دي اللي كلها سكر وجمال. ولو لسه ما اشتركتيش في قناه اختك شروق علام، يلا بقى انضم كده لقناتنا الجميله عشان تكبر بيكم كلكم على راسي، كلكم اخواتي، كلكم مشرفيني وكلكم منوريني، بجد اجمل ناس واحلى اخوات واحلى عيله. بصوا، مش عايزه اكتر في المقدمه كتير، عايزه كده ايه اخطفكم كده على طول. وشوفوا بقى اختكم شروق محضره لكم انما ايه. بصوا، هدلعكم زي ما بقول لكم، شروق هتدلعكم زي ما بدلع نفسي كده. قلت بقى ادلع كده اخواتي ومتابعيني، هوريهم بقى وافرجكم شويه الحاجات اللي جات لي من مصنع مراسي، اللي دايما كل سنه بصراحه بتعامل معاه وبيجيب لي شويه عبايات جميله بصراحه، بتبقى احلى كده. ايه جفت بيجي لي، بحب ان انا ببقى اعرضه كده بحماس وبحب ليكم. دايما بتسالوني يا شروق بتجيب عبايتك منين يا شروق، قولي لنا يا شروق التفاصيل. طب في شحن للخارج بره، لان في ناس كتير جدا يا جماعه بتحب ان هي الحاجات دي خارج مصر توصل لها، فاهمين؟ الحاجات العبايات الحلوه بتاعتنا دي بتبقى معروفه جدا جدا بره، الناس اهل الخلايجه بيبقوا حابينها جدا وبيحبوا الستايل بتاعنا. الفتره اللي جايه دي هتشوفوا بقى كده حاجات، يعني بصوا خليها كده مفاجاه. عارفه كل اللي بيحب الشروق هيفرح لها من قلبه. لبس الشتوي، تعالوا لي بقى عند اللبس الشتوي دوت، وانتوا هتلاقوا بصوا حركات ودلع. ابدا بايه. انا عايزه اقول لكم ان دي عبايات واسدالات. بصوا بقى الشياكه، غمضي عينك، غمضي عينك عشان تعرفي ان الشروق مش منقيه اي حاجه. بصوا حاجات جميله جدا جدا، ستايل تحفه. طبعا هو مش هيبان كده، هيبان في اللبس طبعا. بصوا بقى الشكل، الكمامه عامله ازاي. دي الكمامه اللي هي كمها واسع شويه، بس بصوا التفاصيل، بصوا الشياكه يا جماعه. بجد مراسي مدلعنا السنه دي، هو كل سنه بيدلعنا الصراحه، صيف وشتاء، موديلات جميله جدا وموديلات حلوه. وبجد خامات يعني بعد الغسيل وبعد التنظيف في عبايات ممكن تكشي معاكي، في عبايات ممكن تفتل معاكي، لكن عبايات مراسي تحفه. اللي هيختار اي حاجه من الحاجات اللي انا عرضتها لكم دي، قولوا بس ان انتم من تبع شروق علام، وانتوا هيتظبط معاكم وهيتعمل معاكم احلى واجب والله العظيم. في خصومات وفي حاجات كتير قوي معموله لمتابعين شروق علام. طبعا انا ما بستخسرش في اخواتي ابدا ابدا ابدا، ولا اي بقى عروسه بتجهز تنزلي كده يا اختي تاخدي حاجتك كلها بالجمله. طبعا بيبيع جمله وبيبيع قطاعي. يلا بينا بقى نلبس العبايه دي، يعني افرجكم الحاجات كلها ونقيس، ايه رايكم؟ بصوا بصوا يا جماعه، شروق بقت تلبس رقم واحد، بقيت البس رقم واحد والله العظيم. بصوا فرحانه جدا. انا دايما السنه اللي فاتت واللي وراه واللي وراه كنت بلبس صيف شتاء رقم 2، بس انا بقى ايه، بما ان انا خسيت بقى كده وبقيت عسل، مدلعه بقى ولابسه الدفايه كده اهو في البيت. تمام، عارفين الحمد لله كده اختكم خست وبقت جميله، متشجعه جدا بصراحه. بصوا ده بقى التاني اسدال، خامه اللي هي الشموال الجميله دي، عارفين اللي هو تقيله كده وحلوه. بصوا بقى التفاصيل بتاعه الطرحه، طبعا كل ده مش هيبان الا في اللبس، بس انا عايزه اوريكم التفاصيل دي كده من على القريب. دي الطرحه كده عليها كرانيش، والله صل على النبي. جايبه الاسدال ده برضو، انا مكتره من الاسدال عشان انا بصراحه ما عنديش اي اسدال شتوي خالص، فانا حابه ان انا البس اسدالات في الشتاء، يعني يكون سريعه كده على طول. مثلا بنصلي، طالعه البلكونه مثلا، او يعني اي حاجه. واخترت اللون الكحلي دوت، عايزه اقول لكم حلو جدا وينور كده في الوش ويخليكي كده بصوا يعني هانم كده في نفسك. القمر دي، لا عايزه دي برضو مقاس واحد. يس، بصوا ايه رايكم بقى؟ طبعا هي زي ما بقول لكم مش هتبان خالص الا في اللبس، بس عايزه اقول لكم دي في اللبس خطيره. الكمام بتاعتها طبعا هنا عشان هي الكمام بتاعتها واسعه، فهم عاملين ايه،
في هنا كده زي خياطه عشان خاطر الكمام ما تكونش واسعه وتبين ايدك. ففهمتي معايا اختك؟ بصوا خطيره. عايزه اقول لكم الديل بتاعها ديل السمكه. شفتوا العبايات لما بتيجي مثلا تقسميها؟ بنبقى زمان كده واحنا صغيرين حابين شكل العبايه لما بتتقسم شكل السمكه. مين ما كانش بيعملها يا جماعه؟ انا في اعدادي وفي ثانوي كنت بحب التفصيله دي جدا، ولحد دلوقتي لسه موجوده برده في العبايه دي، حلوه قوي. يلا بينا نشوف تالت عبايه. بصوا بقى، بصوا، لا 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 لا، خطيره، شياكه، هانم كده في نفسها اللي تلبس العبايه دي والله العظيم. حاجات بقى الشتوي دي جميله طبعا. بصوا بقى من على الكتاف التفاصيل والحاجات اللي بتلمع دي. لو انت بقى عروسه وبتجهزي تبقي هانم كده في نفسك وقاعده كده عروسه كده في البيت، حاسه بالشياكه، حاسه كده بان انت يعني عارفين هانم كده في نفسك. دلعي نفسك وعيشي. دي ستايل العبايه هي زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما قلت لكم هتبان في اللبس. انا دلوقتي هوريكم كل الحاجات اللي جايه لي، بس انا ايه هقيس في الاخر. دي رابع عبايه. بصوا بقى متدلعه كده في نفسها، في الوانات كتير منها، في البني وفي النبيتي وفي متهيألي الكشمير، بس انا اخترت الدرجه دي مني مثلا ان انا مختاره درجات غامقه شويه، فقلت ايه افتح كده معايا زي ما انتم شايفين بقى. بصوا الموديلات الشتاء يا جماعه مراسم دلعنا. ودي عبايه 5 اهي، بصوا حلوه جدا بالتطريز بتاعها برده جميل، والكمام بتاعتها كده اساور. انا بحب العبايات اللي بتبقى فيها كده اساور من هنا كده، بتبقى حلوه. شروق اختكم جايبه لكم حاجات جميله كده وتدلعكم وباسعار حلوه ومش غاليه، وحاجات بصراحه انا بتعامل معاهم بقالي سنين وبلبس من عندهم دايما. قيس على طول وتقولي لي طبعا ايه رايكم تحت في الكومنتات. يلا بينا، انا عايزه اقيس العبايه دي. العبايه دي صح؟ يلا بينا. انا بس عايزه اقول لكم على حاجه، احنا ما اتفقناش على كده، لا بجد احنا ما اتفقناش على كده. بصوا الجمال وبصوا الحلاوه، مش انا العبايه. بصوا بجد، يعني قولوا لي كده ايه رايكم في ستايلها. بصوا شايفين؟ عايزه اقول لكم ان انا حاربت من اجل ان انا اعرف اعمل اللي انتوا شايفينه دوت، ان انا اوقف كده المرايه واظبطها. فكيت طبعا المرايه بتاعت البوفيه عشان طبعا اقدر كده ان انا اوريكم كده الستايل بتاع العبايه. وبصوا الجمال بتاعها بقى يا جماعه، مش قادره اقول لكم بجد ستايلها حلو جدا اهي. بجد حاسه ان الكاميرا ظالمه العبايه، التفاصيل بتاعتها حلوه قوي. شايفين؟ انا بس انا خايفه اقلب الكاميرا. طبعا الكاميرا بتاعتي الكاميرا الاماميه من قدام كده مش مكسوره معايا، بس التفاصيل بتاعت العبايه دي حلوه قوي. ايه رايكم فيها؟ اهي ده شكلها. عايزه اقول لكم مقاس واحد بيلبس لحد 80، ومقاس اتنين بيلبس لحد 120، عشان بس ايه باختلاف كمان الدرجات والالوان. فاي موديل انت حابه تشوفيه او عاجبك، الالوانات بتاعته كلها موجوده، يعني تختاري زي ما انت حابه. تمام؟ مش شرط بس الحاجه اللي انا بكون مختارياها، بس انت طبعا انت وذوقك. ده كده كان الذوق بتاعي ان انا اخترته في العبايه دي، واخترت اللون الاسود دوت. تمام؟ قولوا لي بقى رايكم تحت في الكومنتات. دي كده اول عبايه. يلا بينا نلبس عبايه تانية وكده واوريها لكم وارجع لكم على طول. عشان بصوا انا عامله دولاب هنا اهو، شايفين؟ كنت بعاني والله عشان انزل المرايه دي كده واعرف اوريها لكم. عبايه كده تحس ان انت شيك في نفسك والله وانت لابساها. ايه رايكم؟ والحاجه اللي هتختاروها خدي منها شوت سكرين عشان طبعا تبقى ايه سهل عليكي على طول لو انت طلبتيها. والصفحه بقى مليانه بقى موديلات كتير، تقدري تختاري اللي انت حباه. بصوا خطيره، قولوا لي ايه رايكم فيها. اللون بتاعها تحفه يا جماعه اهي. يلا بينا بقى نروح ايه نقيسها على طول وارجع لكم في الثانيه. اوعوا تروحوا في اي حته. انا بلسها اي كلام دلوقتي عشان بس احنا مستعجلين. عبايه كده تحفه، تحسي ان انت برنسيس في نفسك كده، صدقيني. ارمي كله ورا ظهرك والبسي عبايه كده ودلعي نفسك والله. بصوا ايه رايكم؟ طبعا الحزام دوت معمول عشان خاطر تضيقي بقى وتوسعي براحتك. تمام؟ والعبايه حلوه ومريحه، ولا واسعه قوي ولا ضيقه قوي، هي مظبوطه على جسم. بصوا الكمام بتاعتها حلوه قوي ومظبوطه، يعني بصوا مش محتاجه كلام اهي، هي بتتكلم على نفسها. ايه رايكم؟ شايفين
ايه رايكم؟ نبعد البتاع ده كده شويه عشان ايه ما يخلينيش بس في الكاميرا. اكيد طبعا انتوا هتشوفوه عليا كتير في الفيديوهات ونصور مع بعض، ولكن انا برضو حابه ان انا اوريها لكم الحاجه اللي انا بجيبها كده وهي لسه داخله كده على طول من الشنطه وفتحتها معاكم عشان بس انتوا ايه تعرفوا ان انتوا غاليين عليا، وكل حاجه حلوه بحب ان انا اقدمها لكم واوريها لكم وتكون برضو باسعار حلوه وفي نفس الوقت مش تكون حاجه يعني غاليه قوي. لا بصراحه مراسي بيبيع اسعار حلوه جدا، وانتوا عارفين ان انا من زمان بقالي سنين بصراحه بتعامل معاه من ساعه ما فتحت القناه يعتبر. ايه رايكم؟ الاول كنت بتخانق عبال ما الحاجه تيجي مقاس وتيجي عارفين وتتخني اكتر، فلا الحمد لله ظبطت كده الدنيا والحمد لله زي ما انتم شايفين. قولوا لي بقى ايه رايكم في ستايل العبايه دي؟ لا ما هو ما ينفعش كده، ما هو انا العرايس مش احسن مني، انا العرايس مش احسن مني. العبايه دي كده انت تلبسيها وتحسي ان كده وتقولي في نفسك انا عروسه في نفسي، والله تلبسيها تحسي ان انت رجعتي تاني عروسه. في حاجه تاني اهي شياكة الشياكة، حاجة كده تلبسيها تنبهري بنفسك، تبقي حاسة ان انت قاعدة كده يعني ست بيت، حاسة باناقتك وشياكتك وهانم والله العظيم. بصي الحاجات دي فعلا بجد والله بترفع من روحنا المعنوية والله بجد. انا بجيب لكم مش اي كلام يا جماعة، ده كل الحلويات عند شروق علام. ايه رأيكم؟ بصوا بقى ستايل العباية تحفة خطير. لموني بقى على الشياكة والحلاوة بتاعة العباية، بتاعه العبايه يا جماعه والله العظيم. انا يعني انا لو حلوه انا حاسه ان انا زدت 20 و100 حلاوه فوق العبايه بجد، بتحلي والله العظيم بجد. ايه رايكم؟ الموديل بتاعها حلو قوي، ده الموديل بتاعها اللي هو اللون الاخضر او اللي هو الزيتي. تمام. بصوا بقى الحاجات اللي على الكتف دي حاجه كده ستايل تحفه اهي. بصوا الديل بتاعها من تحت كده زي ما انتم شايفين فيه كرانيش من هنا اهي. تمام. وده كده كان شكل العبايه دي. بصوا الشغل اللي على الكتاف حلو قوي بجد. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، انا حاسه ان انا مش عايزه اقلعها، مش عايزه اقلعها. لا عبايه حلوه جدا بصراحه بجد، مش عارفه مش عايزه اروح اقلعها والله. يا جماعه بس ثانيه واحده، هو في كده يعني انتوا شايفين اللي انا شايفاه؟ انتوا شايفين يعني؟ بصوا انا مش عارفه، حاسه ان هدخل جوه المرايه. شايفين الموديل اهو؟ ايه الجمال دوت؟ مش انا والله، ده الاسدال يعني، انا مش حلوه كده، الاسدال هو الحلو صدقوني. بص الموديل دوت حلو جدا. انا بقى حابه شكل الاسدالات بصراحه ما يكونش عليها نقاشات كتير وحاجات وعارفين، احب كده ستايل الموديل بتاع الاسدال يكون هادي ورقيق، خاصه ان هو بيبقى دايما يعني اسدال بيت في البيت حاجه كده، وكل واحد طبعا وذوقه يعني، كل واحد وحسب اختياره. انا اخترت بقى شكل الموديل دوت. بصوا بقى الطرحه كده من عليها كرانيش كده زي ما انتم شايفين، حابه بقى ترميها على الجنب هنا، حابه تلفها كده زي ما انا لفاها. بصوا حلوه قوي 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 يا جماعه. انا اخترت اللون اللي هو الكحلي، في طبعا الكشميري، في الاخضر، في درجات كتير قوي حلوه برده عند مراسي هتعجبكم. خش على التليجرام وخش على الفيس، صفحه الفيس هتلاقوا موديلات كتير قوي 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 هتعجبكم وتزغنن عليكم كده بقى اهي. حلو جدا يعني. انتوا قولوا لي تحت في الكومنتات الحاجه اللي تعجبكم والعينكم تروح عليها كده على طول، خديها شوت سكرين علشان طبعا تقدري تبعتيها لهم على طول ويطلعوها لك على طول. ده كده شكل الاسدال اهو. عايزه اقول لكم حلو قوي اهو، شايفين؟ ده بقى شكل الموديل اهو بتاع الاسدال، حلو جدا. الصوره لا رهيبه 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 الاسدال ده. كومنتات اني شكل موديل اكتر عجبكم وحابين شكل فيه. يلا بينا. شوفوا انا حاسه ان انا بوريكم حاجه وبرجع لكم بحاجه تانية خالص. ده بقى شكل العبايه التانية، بس انا ايه هربط الحزام عشان خاطر ما ربطتوش، ظبطه بس كده الوسع بتاعه عشان انا ما ربطتوش. ده كل المقاسات دي يا جماعه مقاس واحد. تمام. فين الرباط؟ بس كده. ايه رايكم بقى في شكل الموديل دوت؟ طبعا زي ما قلت لكم ان انا مختاره الشكل اللي هو النبيتي دوت اهو. بصوا في المرايه يكون واضح لكم اكتر اهو. ده كده شكل ستايل العبايه، تحس ان هو زي الدرس بالظبط. تقسيمه العبايه دي مش عبايه، العبايه استقبال، دي عبايه كده عروسه بجد والله العظيم، كده تستقبل الضيوف في البيت وتحسي ان انت في نفسك كده هانم والله العظيم. الموديلات دي تحفه جدا، وفي اللبس بقى تغيرت شكلها تماما زي ما قلت لكم. في اللبس هتودي العبايه في شكل تاني خالص. يا رب تكون واصله لكم كده او شايفاها كويس، شايفينها كويس اهي. ايه رايكم؟
العبايه اللي تعجبك خديها شوت سكرين على طول عشان تقدري تجيبها زي ما قلت لك. اكتر عبايه هتحبوها وتشوفوها عليا اكتبوا لي في الكومنتات، هطلع لكم بيها الفيديو الجاي. طب انا قولوا لي اعمل ايه دلوقتي؟ انا اعمل ايه دلوقتي في شكل الازدالات دي القمر دي؟ يعني انا حد بجد ياخد مني الشنطه دي ويقول لي مراسي كفايه كفايه بجد، خلي الشروق تخلص. بصوا بقى الازدال دوت تحفه يا جماعه، شيكه الشياكه كده فيه، وتحسي كده ان انت ست كده مفيش كلام بجد والله العظيم. الازدال تحفه، ايه رايكم في الاختيار؟ وده شكل ازدال كده. عايزه اقول لكم ان الازدالات دي هتشوفوني كتير كتير ان شاء الله بيها، اصور كده بيها معاكم. وعايزه اقول لكم خامتها حلوه قوي وتقيله، يعني خامتها نفس خامه العبايه بالظبط، يعني مراسي كده مدلعنا ازدالات وعبايات. بصوا حكايات حكايات. وعايزه اقول لك لو طلبتي 3 قطع اي موديل او اي اسدال 3 قطع طبعا الشحن ليكي فري، وكمان الشحن موجود لجميع المحافظات وجميع الدول العربيه، عشان الناس كتير بتسال يا شروق ما فيش خارج مصر، شروق خارج مصر في طبعا بس في متهيألي اللي هو بيطلب بكميات فمش عارفه. المهم قولوا لي كده بقى رايكم في شكل الاسدال دوت. شياكه شياكه شياكه، مفيش كلام تاني اهو. الاسدال شياكه الشياكه يا جماعه، والله انا مش بشيك في نفسي ولا بشكر في نفسي، انا بتكلم على الاسدالات والعبايات يا جماعه. يعني انا ما حدش يقول لي يا شروق انت اتغريتي في نفسك ولا حاجه، لا العبايه تلبسيها تحس ان انت فعلا كده زي ما انا ما بقول، يعني هتلبسي العبايه هتلاقي نفسك بتتحولي. لا بجد موديلات حلوه قوي، انا بضحك معاكم طبعا. قولوا لي ايه رايكم في شكل الاسدال دوت، وخطير بصراحه. انا الموديل كده دخلت نقيته وشفته كده الحاجات دي جميله جميله، قلت بقى لا ما ينفعش. استاذ خالد طبعا اللي هناك قلت له يا استاذ خالد انا عايزه عروض للشروق علام، اي حد متابع شروق علام متابعين شروق علام سواء على الفيسبوك او اليوتيوب ليه طبعا خصومات كتير. خطير خطير خطير. انا خلاص بقى كده، خلاص 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 اخر واحد ده كده شكل الاسدال الاخير، وقلت بقى اختم بيه على حلاوه وجمال الاسدالات القمر يا جماعه التحفه دي بجد والله اهي خطيره. ايه رايكم في شكل الاسدال؟ بجد ستايله حلو قوي وشكله هادي ولون يعني لون كده، انا بحب الالوانات دي اللي هي بتبقى قريبه من التايجر والحاجات البنيهات دي بتبقى حلوه قوي في اللبس بصراحه. شايفين 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 حلو جدا لبسه، في اللبس حلو، ومتهيألي هو نفس التاني بالظبط كده في اللبس. بجيب لكم والله العظيم الحاجه اللي فعلا يعني تليق كده بيكوا وتليق بيا. اهو ده شكل الاسدال، وبكده خلاص يكون كده الحمد لله كل حاجه كده انا وريتها لكم، وتكون كده واضحه لكم وباينه لكم عشان بس تبقوا عارفين في اللبس الحاجه لما بتشوفيها وعلى الموديل حاجه تانية او في الصور بتبقى مختلفه تماما. وبكده خلاص حبيبه قلب اختك يكون خلصنا وقفلنا الترند كده خلاص. يا رب يكون النهارده الفيديو يكون خفيف وبسيط وعلى قلبكم، واكون افدتكم في كل حاجه انا بحب ان انا اشتريها، بحب ان انا اعرضها عليكم عشان برده لو حابين تطلبوها او حابين تعرفوا عنها ايه، لان انا عايزه اقول لكم هو ده محتواي وهو ده يعني الحاجه اللي انا بحب ان انا اقدمها واطلع لكم بيها. جالي مثلا حاجه هديه افرجكم عليها، منتج حاجه بتاع، بحب ان انا طبعا اوريها لكم واعرض لكم عليها، ولو في اي خصومات لو في اي حاجه بحب ان انا برده اوريها لكم. فبس ده كده كان الفيديو بتاعنا، ودي كل الحاجات اللي انا جبتها من عند مراسي فاشون. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. يلا بقى خشي على طول، انزلي خشي على اول تحطي لاختك اللايك، اكتبي لي في الكومنتات قولي لي اكتر موديل عجبك وهتخشي تشتريه، وايه الموديل اللي انتوا عايزين انزل لكم بيه الفيديو اللي جاي. وكلكم على راسي وكلكم اخواتي والله العظيم، وانا فعلا بحبكم قوي وما احبش ان انا اخر عليكم ولا اقصر معاكم في اي حاجه، فبجد انتوا كلكم على راسي من فوق واكبر سند واكبر ظهر فعلا، يعني عارفين بترفعوا كده من روح الواحد والله. يلا بقى انزلي على طول في اول كومنت مثبت لو عجبك اي حاجه من الموديلات اللي انا عجبتها دي اللي انا لبستها دي، خشي على طول واطلبيها، هتلاقي اسم البيج عندك في اول كومنت مثبت. ادخلي عند مراسي في بقى العنوان وفي كل التفاصيل. في مول في سدناوي اللي هو في العتبه، وفي محل تاني متهيألي في كرداسه. لو انت حابه تنزلي المعرض، لو انت حابه تطلبي اونلاين الحاجه هتجيلك يعني بثقه، ما تقلقيش ابدا الحاجه هتعجبك، ومش زي الاونلاين الحاجات اللي بتجيلك بتبقي خلاص بقى ما تجيبهاش تاني وتبقي حابه ان انت ترجعيها او ما تتعامليش معاهم تاني. فبجد مراسي انا بحب ان انا اتعامل معاهم وعلى طول بلبس من عندهم، فبجد شكرا جدا للحاجات القمر الجميله دي، واسيبكم على خير واشوفكم في فيديو جديد على خير بكره باذن الله. انا حاسه ان انا متربكه في الاخر كده هيست. اشوفكم على خير بكره باذن الله. حطي بقى لاختك شروق اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد. تصبحوا على الف خير، مع الف سلامه.